السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا متابعين؟ إن شاء الله بخير. اليوم معكم فيديو جديد من قناة أحمد عصام الخطيب، واليوم راح نهضم مختصر مباراة الأخدود ضد الهلال، وبنزيما كريم بنزيما أول مباراة له مع الهلال. يلا نبدأ في المقطع، وإن شاء الله تكون مباراة جميلة وحلوة. السوبر الكاس في أول موسم للانتقالات الكبرى على مستوى الملاعب السعودية. اليوم بداية قصة جديدة للمهاجم الأكمل في العالم. بهذه الكثافة المحاولة تصل، المحاولة عند سالم الدوسري، تسديدة قوية، ولكن الكرة بعد انقضاء 17 دقيقة وأكثر لا زلنا ننتظر وإياكم المزيد من المتعة. ناصر الدوسري يحاول يمر، يحول كورته إلى سيرجي جميلة تمريرة إلى ثيو هرنانديز يحاول ينقل الاتجاه إلى سيرج. الله 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 الله، حرام ما تكمل، حرام ما تكمل يا زعيم. بسبب هذا الخطأ لاعب ظهير بهذه الجودة، الله على الكنترول من جانب كريم، كرة خطيرة يا الله، حلوة من فرنسي إلى فرنسي آخر. وهنالك اللاعب الشاب الذي يتواجد على دكة البدلاء، اللي بصراحة الكل متنبئ بأن يقدم أداء كبيرا للهلال أو مع الهلال. نتكلم هنا عن سايمون بوابري الذي كان مع اليوم. كرة مستمرة، الله على الكرة، الله على اللقطة الجميلة، كرة لكريم، وليس بأي هدف. الكريم في قومه حتما سيكون الزعيم، الكريم في قومه حتما سيكون الزعيم. هكذا يسجل الأساطير مع البداية. كريم بنزيما، محاولة مستمرة عند سيرجي بالكعب، الله على المتعة، الله على الهلال، وكرة قدام الجول. الفرنسي انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال 1-0، وهدف عن كريم، هدف عن طريق كريم في أول مباراة له إلى جانب الزعيم كريم بنزيما، عندما سجل هدفا بالكعب في الشوط الأول. قالوا كان كعب كمان، يعني حلو بس يقول فاضي. الشوط الثاني، ونتمنى ان شاء الله تعالى المزيد من المتعه من جانب الفريقين. سنذكر الساده المشاهدين بتشكيله الفريقين، لكن شوف الكره، الكره خطيره جدا. عدت المحاوله الى خارج ارضيه الميدان، الذي يحاول مسك الكره ولعب الكره في ملعب الهلال. في هذه الاثناء الانطلاقه تاتي والمحاوله تاتي عند خالد ناري، يسدد كره خطيره جدا، ولكن الكرة ذهلت وعدت. والمحاولة من روبن نيفيز، يرسل كرة عند كريم، والتغطية كذلك حاضرة. عودة المحاولة الآن، الانطلاقة الهجومية لا زالت إلى بيدروزا، خطف الكرة ممتازة خالدو، الله على الكرة، ماركو بنزيما، الله رسميا وابتداء من اليوم اجتمع المهاجم الأكمل في العالم بالنادي الأكمل في آسيا. القطعة الناقصة في الهلال هو وجود المهاجم، لكن شوف الكرة، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري قدام الجول، والكرة تعدي الآن. أرسل إلى سالم الدوسري، أرسلها إلى الناحية اليسرى، الاستلام الآن موجود. سيرجي ميلينكوفيتش، سيرجي سافيتش، هذه الكرات الحلوة والهاتريك بين بنزيما والشباك. عهد لا يكسر بين بنزيما والشباك، عهد لا يكسر. الهاتريك يا مجنون، الهاتريك مع اختلاف الالوان. كزعيم لهذه المسابقة وزعيم لمسابقة الدوري اللي في رصيده 21 لقب
يجيب الرابع مالكم الآن، مالكم بالرابع، مالكم يسجل الرابع، ولكن الراية ترفع الآن في هذه الأثناء. شوف الهدف الذي سجله مالكم ولم يكن متسللا، وبالتالي هذا كان الهدف الرابع لفريق الهلال. إذن هنا إعادة كذلك لإعلان حكم اللقاء الأوروغواياني بشكل ممتاز. مباراة صعبة جدا على الأخدود مشاهدينا، لكن شوف مالكم، شوف مالكم، شوف الهلال، الكرة بالجول، سالم الدوسري، سالم الدوسري، كيف لا يسجل، كيف لا يسجل سالم الدوسري. الله 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 على سالم، الله على سالم. شوف المحاولة، شوف اللقطة من مالكم سالم في المرمى. إنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عودة الكرة إلى روبن نيفيز، نيفيز إلى مالكم، الله على الكرة، يا سلام على النقلة، سيرجي ميلينكوفيتش يتقدم على الهتيلة، على الهتيلة بالتمريرة، الكرة تأتي، يحاول الخدود أن يسجل الآن هدف على أقل تقدير، إلا يا سيموني يقول لا، أكلة ركنية. نشوف الآن ونتابع المحاولة عند بيدروزا، المحاولة تأتي ولكنها تتخلص، تفتك الآن، تصل المحاولة خطيرة لمصلحة الزعيم، انطلاقة هجومية، سالم الدوسري راح، سالم راح للسادس، جول يا من تريد الصدارة عذرا، القمة تحت أمر الزعيم، القمة تحت أمر الزعيم، سالم الدوسري يسجل السادس، 6 أهداف. وهذا كان نهاية مقطعنا لهذا اليوم. لا تنسوا دعمنا في اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وانشروا المقطع في كل مكان، واحكوا لإخوانكم وقرايبكم وعمامكم وجداتكم وخالاتكم يشتركوا في القناة. ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم. كريم بديم في أول مباراة له مع الهلال سجل هاتريك وصنع هدف، وجزاكم الله خيرا وبارك بكم وإلى اللقاء.